لما قربت اكتر ملقاش حل غير انه يهرب، بس عند اول ناصيه خبط في واحد دليفري فجت له فكره، اداله $500 وتبادل هدوم معاه. ولما مراته جريت وراه بره شافته واقف بيوصل اكل وسالته مستغربه هو بيعمل ايه هنا. رد عليها مطمنها انه بس شغال دليفري، وكذب وقال لها ان الرئيس مشي من ناحيه تانية. هو مرجعش مكتبه، راح البيت لقى المساعد مجهز له العشاء. الرئيس مدحه كام مره لكن المساعد استغرب وقال ازاي ملياردير زيك عايش بالطريقه دي. بس الرئيس كان مقتنع ان ده هو السبيل الوحيد يخلي مراته تزهق منه وتطلب الطلاق. لكن اللي ما يعرفوش ان مراته مش من النوع اللي بيحتقر الفقر. بالليل رجعت تعبانه من الشغل، لقيت الاكل على الترابيزه، اتنرفزت وقالت له انه بيهدر فلوس. بس اول ما شافت ملامحه فهمت انها نزلت عصبيتها عليه من ضغط الشغل، فقعدت على العشاء بهدوء وبقت الطف معاه. الرئيس ما كانش عارف ليه فجاه اتغيرت معاملتها، وهو مش عارف ان السبب كان قراره في الشركه. بعد الاكل قرروا يروحوا يجيبوا طلبات من السوبر ماركت، بس وقت الدفع الرئيس ما عرفش يستخدم ماكينه السلف تشيك اوت، فجاله راجل عجوز وسخر منه وقال له خد من عينات البلاش يا فقير. الست لما سمعت كده شافت ان جوزها بيتقل عليه، فقامت له وقالت للعجوز انت بتتظاهر بالغنى وانت بتشتري من هنا. الراجل العجوز زق جوزها ومشي. بعد ما خلصوا دفع الست قالت لنفسها ان سبب المعامله دي لبس جوزها الممزق، فقررت تاخده المول وتشتري له هدوم. الرئيس مصدقش تصرفها وسالها ليه بتصرف فلوسها عليه وهو فاكرها مفلسه. ردت بهدوء وقالت ان جوازهم المفاجئ خلاه يقلل ساعات شغله فهي بتعوضه. اختارت له قميص شيك واول ما لبسه قالت مندهشه الحلو يبان حلو في اي حاجه، بس لما جه وقت الدفع وسمعت ان القميص ب $800 ما كنتش مصدقه. رغم كده اشتريته علشان ما حدش يذل جوزها تاني. الرئيس ما استوعبش تصرفها وسالها ازاي بتشتري وهي غرقانه في ديون. ساعتها اعترفت انها مش مفلسه لكن بتحاول تسدد ديون بسبب شغلها. كلامها خلى الرئيس يندم لانه هو السبب في حرمانها من الترقيه.